السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الجدي، حبايبي برج الجدي، هتكلم معاكم عن أيام أسبوع تقريبا. هتكلم معاكم فيها عن الأيام اللي ناخد بالنا منها أو نحذر منها، والأيام الأخرى اللي نستغلها. هي الدنيا كده، في أيام ممكن تكون الدنيا ماشية معانا حلوة، الدنيا سهلة، في حظوظ، في انفراجة، وأيام تانية بتبقى متصعبة شوية. ده نتيجة للتأثيرات الكوكبية اللي بتحدث. تمام. والحلقة دي هقول لكم عن الفترة من يوم 19 إلى يوم 25. تلك الفترة الأيام الحلوة نستغلها فيها، والأيام اللي ناخد بالنا منها، والتحذيرات. وهقول لكم بالتفصيل، بس الناس اللي بتتابعنا ما تنسناش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. دي قناتي التانية يا جماعة، دي مش القناة الكبيرة بتاعتي، دي قناة تانية، ادعمونا فيها عشان يصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءة خاصة كاتب رقم القراءات على عنوان الحلقة. ونبدأ نقول الأيام اللي هتعدى علينا بالترتيب كده. أولا بداية من يوم 19 و20، دول يومين نحذر منهم. وجود القمر في البيت الثاني عشر، معلش هي بداية كده لازم ناخد بالنا يومين، ناخد بالنا منهم. الفترة مش هتكون مناسبة للتصرفات، نحذر من بعض المستجدات، الأمور الطارئة. البيت ال 12 ليس بالبيت اللي فيه هدوء، أو البيت اللي ممكن يكون فيه استقرار. يحدث بعض المفاجآت، التطورات الغير متوقعة، يحدث بعض الأعطال في يعني اي حاجه بالنسبه في البيت او كده. عشان كده ناخد بالنا، الاستخدام يكون بالهداوه كده. لو بتستخدم اي حاجه، لو في اي اسرار عندك ما تحاولش ان انت تتكلم فيها، لو في اي مشكله ما تحاولش ان انت تفتحها او تفتح مواضيع فيها مشاكل. الفترة غير مهيئة انك تكون مستعد انك لجديد، او ان حاجة مثلا تحصل معاك ممكن تحدث معاك تأثير ايجابي. لو فتحت موضوع فيه مشكلة، لو انت عايز تخلص حاجة، نحاول نهدي المواضيع، موت المواضيع خالص. تمام. الفترة غير مناسبة انك تبدأ فيها اي حاجة، خاصة لو في توتر او مشاكل او امر ما جديد يتعلق بالمال. نحاول نهدي الامور. اذا يوم 19 و20 يومين مش الايام اللي ممكن تكون سهله. يا رب ان شاء الله تكون سهله، بنحذر يعني ناخد بالنا. 21 و22 هنا يحدث فارق كبير، انفراجه، سعاده، تقدير، تغيير للافضل بانتقال القمر الى برجك. فتره رائعه جدا. طبعا انا بشرح كده بطريقه خفيفه علشان ناخد بالنا. خلال تلك الفترة كل مرحلة فيها طاقة، والطاقة خلال اليومين رائعين. خلال يوم 21 و 22 بوجود القمر في بيتك الأول، فأنت الأكثر نوعا ما راحة للبال، أكثر سعادة، أكثر انفراجة. الفترة تشهد على بدايات جديدة عند البعض، تشهد على جرأة منك وتقدم في أمر ما، وهتنفذ حاجة في دماغك. هيبقى الامور متاحه انك تعمل اللي انت عايزه. فتره هيكون فيها ثقه، فتره فيها انتظروا خبر حلو، انتظروا خبر سار. فتره من الفترات الهامه جدا. اذا يومين هنقول عليهم من افضل ايام الشهر بانتقال القمر الى برجك، يجعلك اكثر سعاده، اكثر حظا، اكثر قبولا، وعندك الطاقه انك تعمل اي شيء، وكل الظروف متاحه للنجاح خلال اليومين. يعني اللي عايز يعمل حاجه يعملها خلال اليومين دول، فهم من افضل الايام اللي ممكن يعدوا عليكم، وان شاء الله خير، وابشروا بالخير. اذا يوم 21 و 22 من الايام الرائعه. ربنا يخلي كل ايامنا رائعه ان شاء الله. تمام. طب بالنسبه ليوم 23 و 24، يوم 23 و 24 هم يومين هينتابهم نوعا ما الغموض في علاقتك مع الناس اللي حواليك، لكن بالنسبه للمال انت الاكثر سعاده. يعني اليوم متقسم كده لجزئيتين او لنفسيتين كده. النفسيه الماليه 100 لكن النفسيه في التعاملات او الشخصيات، او الغموض اللي ممكن ينتابك نتيجه لتصرف شخص ما تجاهك. يعني هتلاقي ممكن مثلا ظهور شخص على حقيقته، هتلاقي حد كده مش متوقع منه ردة فعل هتلاقيها منه، هتتغير نظرتك تجاه بعض الشخصيات. هي فتره نوعا ما زي ما بقول كده غير مريحه شويه مع علاقاتك، لكن بالنسبه للعمل والمال هي فتره انفراجه. يعني خلال اليومين، يوم
23 و24 ركزوا في المال، ركزوا في العمل، ركزوا في حياتكم العملية ومكان العمل. هي فترة يحدث فيها انفراجة رائعة، وهي مرحلة العمل باقتدار. لكن على مستوى العلاقات، على مستوى الشراكات، على مستوى التفاهمات، لن تكون المرحلة المناسبة، لن تكون الفترة اللي هتكون فيها نوعا ما مش عايزين حد يخيب املنا، مثلا مش عايزين حد نكون بنحسبه او بنفكر ان هو الشخص الصحيح في حياتنا. ممكن يكون نتفاجأ منه بتصرف مش صحيح. بلاش تختاروا حد خلال الفترة، يعني لو الفترة دي في اختيار لعلاقة ما او كده، حاول ان احنا نكون صابرين ونكون يعني على قدر من عدم التسرع، لأن الفترة من ممكن أن تشهد نوعا ما نوع من سوء الاختلاف أو سوء التفاهم بينك وبين شخصيات في حياتك. الفترة طاقة المرحلة، الطاقة الهوائية غير مناسبة لكم في العلاقات، لكن بالنسبة للمال أنتم الأكثر حظا. طب نأتي إلى آخر يوم 25 وانتقال القمر إلى بيتك الثالث، وهو بيت رائع جدا بالنسبة لك، برج الحوت. وجود القمر في برج الحوت دايما بتبقى انت مبسوط، لذلك هي فتره رائعه اعمل فيها ما بدلك، اعمل فيها كل شيء. فتره مناسبه لتصرفاتك، لتحركاتك، لاعمالك، لمالك، لكل شيء، خاصه في العلاقات مع المقربين والاصدقاء، خاصه المقربين، الاخوه، المعارف. فترة رائعة جدا، ومن الفترات اللي هتبقى فيها أنت أكثر سعادة على جميع المستويات. فترة تناسب أو يبقى في تناغم كده معاك في حاجات كتير، وهم يومين أو على الأقل يوم 25 ومستمر معاك لغاية يوم 26. لكن يوم 25 بداية فترة فرحة وبداية فترة رائعة، هتكون من الفترات التي ستكون فيها تصالح، فيها عودة علاقات، فيها عودة الود مرة أخرى، فيها عودة المياه لمجاريها. فترة رائعة تطل عليكم بالانفراج وأمر الله. إذا نعيدهم كده سريعا: يوم 19 و20 فترة ناخد بالنا منها، فترة غير مناسبة، فترة ممكن يحدث فيها توتر. 21 و22 هي الفترة الأكثر حظا لكم بالنسبة للشهر كله، يعني الشهر كله أنت الأكثر حظا في اليومين دول. يوم 23 و24 انفراج ومالية، لكن شخصيات في حياتك ممكن ما تكونش 100 عشان كده نحذر خلال الفترة دي في التعاملات، لكن المال والعمل أنت الأكثر سعادة. في الأخير القمر ينتقل إلى يوم 25 إلى برج الحوت، أنت الأكثر حظا في جميع الأمور وعلى جميع المستويات. فترة رائعة جدا. هاي تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه ولسه داخل على القناه جديد، في زرار اسمه اشتراك او سبسكرايب على حسب ما دوست عليهم بقيت مشترك معنا في القناه. اللي عايز قراءه خاصه كاتب رقم القراءات على عنوان الحلقه، بعمل القراءه مكالمه مباشره بعرفك كل شيء في حياتك، و لو في علاقة ثلاثية لا قدر الله، لو في أي أمر عايز تعرفه السنوات القادمة بالنسبة لك، كل شيء اللي عايز قراءة يتواصل على رقم الواتس كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي برج الجدي جميع الأبراج تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.